السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة جيت احكي لكم قصة بعتالي واحد من مصر. هو كان حاب احكيها كمان بالمصري، عشان كده انا لازم احكيها بالمصري برضو، رغم اني مغربي وبحكي اللهجة المغربية وكل القصص بحكيها باللهجة المغربية. بس اول تجربة الي على اليوتيوب اني احكي باللهجة المصرية برضو، وبتمنى ان شاء الله القصة دي تعجبكم ان شاء الله يا رب. بس لو عجبتكم القصة بقى بتمنى ان شاء الله تعملوا شير واشتراك واعجاب، وحطوا اي تعليق يا جماعة. والله بجد احنا محتاجين ناس تشجعنا بقى. بس بلا ما نطول عليكم بقى، روح القصة نحكيها ان شاء الله. أنا الوريث الوحيد من بعد وفاة أمي وأبوي. أنا شاب من العشرينيات من عمري، شاب كله نشاط وحيوية، وكل يوم بروح على السوق أشتغل أي شغلانة، لأني مش واحد مكمل دراستي، حتى إني ما خلصت الثانوي أصلا. بس خلاص قلت مادام أنا واحد مش متعلم لازم أشتغل واصرف على نفسي وعلى جدتي، ولازم اشتغل اي شغلانة. على فكرة جدتي هي الوحيدة اللي لسه عايشة في عائلتي كلها، توفوا كلهم من غيرها. جدتي كانت بتحبني قوي وكانت لطيفة معي فوق ما تتصوروا. بس بعيدا عن الحب ده، جدتي لما كنت صغير كنت بشوفها بتنزل القبو عندنا في البيت، وده كان بيحصل لما كنت صغير. كنت بشوفها بتنزل وتقول اطلع يا ابني، اطلع العب مع اصحابك برا البيت، وكانت بتقصد ابناء الجيران طبعا. كنت بسمع كلامها وما بردش، بقول لها حاضر يا جدتي وبخرج. فاتت ايام وشهور وسنين لغاية النهاردة، بس اللي اتغير انه جدتي كبرت في السن وما بقتش تنزل كتير القبو ده، بتنزل مرة واحدة في الاسبوع. بس كل مرة لما تكون عايزة تنزل بشوف وشها شحب، كأنها عايزة تنزل جهنم والعياذ بالله، بتكون خايفة. كنت بطرح اسئلة في نفسي كل مرة وبكون عايز اسألها، بس لما اجي اسألها بنسى اصلا. واحيانا في حاجة جوايا بتقولي ما تسألهاش يا ابني، مالكش دعوة بيها ومالكش دعوة بالموضوع كله، وبسيب الموضوع. خلاص بقول خلاص. كل ما بتنزل القبو بتقفل وراها، وكل ما بتطلع منه تقفله كمان، بس بترجع مبسوطة كأنها شايلة هم قبل ما تنزل وسابته جوه القبو وبترجع. بس انا حاسس انه في حاجة غلط في البيت، وجدتي بتعمل حاجة مش مظبوطة، بس عملت نفسي ميت، كأني مش شايف حاجة ومش عارف حاجة ومش عايز اعرف حتى. بس اللي خلاني اتأكد انه في حاجة غلط هي انه جدتي ما بتصليش، ولا عمري سمعتها بتذكر ربنا. حياتها غلط في غلط. مرت ايام وشهور واعوام على الحال ده وهي لسه في نفس الحال، بتعمل اللي هي بتعمله. وانا بقى زي ما بعمل، بخرج بطلع السوق بشتغل برجع، وجدتي زي عوايدها بتنزل القبو، مستمرين في حياتنا عادي. في يوم من الايام صحيت على صرخة جدتي، وكانت 2 الصبح. كانت صرخة مرعبة جدا. الصرخة خلتني اتنفض من مكاني. في الوقت ده جريت اشوفها في غرفتها، بس ما لقيتهاش. في اللحظة دي انصدمت. بعد ثواني سمعت انين صوتها جاي من القبر.
اللحظة دي استغربت ايه اللي بيحصل. اول حاجة سألت نفسي جدتي بتعمل ايه في القبو ده في الوقت ده بالظبط، لانه اصلا هي بتنزل ورا اذان العصر ومش في اليوم ده اصلا. تاني حاجة مستحيل تسمع صوت اي شخص من القبو اذا كان مقفول، يعني ما بيطلعش الصوت برا القبو اصلا. في الوقت ده في صوت جوايا صحاني من الاسئلة دي وقال لي الحق الحق جدتك يا مجنون. في اللحظة دي جريت تجاه القبو، لقيته مقفول. ضربته ضربة قوية برجلي كسرته. شفت جدتي في منظر انصدمت واتسمرت في مكاني. انتوا عارفين كمية الطاقة السلبية الموجودة في المكان؟ ولا سيبكم من الطاقة السلبية، لو شفتوا كمية الأشباح المرعبة المحيطة بجدتي. كانت مرمية في وسط القبو، في وسط دايرة فيها نجمة خماسية وشموع في كل رأس من رؤوس النجمة، وكانت سحابة سودة بتلف المكان كأنه النار بتحرق القبو. في اللحظة اتسمرت في مكاني، عايز اجري، في حاجة مسكاني في رجلي مش عارف اتحرك، والاشباح بتلف على جدتي وهي بتصرخ وانا كأني مش موجود، وكل ما احاول اهرب بحس بحاجة مسكاني، لغاية ما انحنيت اشوف ايه اللي ماسكني. لقيت عروق سودة هي اللي ربطاني اصلا، ولما حاولت افكها لقيت قدامي سحابة سودة تشكلت على هيئة جسم مرعب فشخ، عيون البومة نار جواها. اما ضخامة الجسد تخلي الواحد يفقد وعيه اصلا. الجسم ده ما لمسنيش بس كان بيقول لي لابد من هذا العهد ان يتجدد، عهد الدماء بيننا وبينكم. انت الوليد وسترغم على تجديد العهد. ما دام انه جدتك تريد ان تخالف بعد تجديد العهد سيكون لك ما تريد، ولكن ان تخالفه ستعاقب وتموت مثل ما يحصل الان لجدتك، وليس لك اي خيار. وكان الصوت بيقول قبل ما يرحل سنعود لك بعد 3 أيام. في اللحظة دي الدنيا هديت كأنه مفيش حاجة غير جدتي اللي بتتوجع. جريت ناحيتها واخدتها بين دراعي ورحت بيها لأوضتها وحطيتها فوق سريرها وغطيتها لأنها كانت بلا ملابس وكانت ترتجف، وقالت سامحني يا ابني، مفيش حاجة بيدي أعملها لك، جدك هو السبب، سامحني يا ابني. بعد الكلمة دي سلمت روحها لله وماتت.